فريق الليون هو يلي كان ورا خطف المهندسين. هن انخطفوا آردم وأيدن. فهمي ما عنده علم. طيب معناتها بروح لعند جان؟ إذا عرفوا إنه عم نراقب فريق الليون بيحذرن، وما عاد نقدر نوصل لآردم. إذا ما بيعرفوا مين هو أردم رح يخلوه يعيش؟ يمكن ما عاد يجينا أي خبر منه. آردم عايش يا جاهد، على الأكيد رح يبعث لنا إشارة. شو عم يصير؟ ما بعرف. بعدوا عن الباب فورا. انتوا مناح؟ عاكف؟ السيارات برا، يلا استعجلوا. أعطيني سلاح يا عاكف. يلا يلا استعجلوا، بسرعة بسرعة. يلا يا شباب، يلا يلا امشوا بسرعة.
رح تترك الكي جي تي يا بوسات. ارتكبت شي غلط؟ لا لا، عم فكر أعطيك مهمة تانية. تعرف إنه الشوارع شريان مهم. الكي جي تي ما فيها تدخل على طول بالشوارع. نحن بحاجة لحدا يكون عنده خبرة يضل عم يتفقد نبض الشوارع. صيت المرحوم جدك وأبوك لساته موجود. أنا بدي تورث هالشي وتتحمل كل المسؤولية. يعني أنا رح استلم الشوارع؟ بالضبط. رح نكون أنا وعاكف سوا؟ لا، ممكن إنه نخبر عاكف بمهمتك، بس شو ما صار أنت مهمتك تتعاون معنا. هاي الساعة وقفت لما مات أبوك. المرحوم أبوك ما كان يشلحها أبدا، ضلت واقفة لهذا اليوم. هلأ هي صارت لإلك. هاي الساعة راح تضل بإيدك يا بوسات. تواصلي معك رح يكون عن طريقها. يعني لما أنت تشوف هالساعة واقفة، هذا بيعني إنه أنا بدي أشوفك بوسات. تيمور رح يخبرك عن أول مهمة رح تنفذها. شكرا لك معلم. قرب لشوف. الله يحميك ويوفقك بهالطريق. تعال ميران. خير، شكلك متضايق، صاير شي؟ ما في شي مهم، لا تشغل بالك. خير، ليش اجيت؟ كنا عم نراقب بالتزار مثل ما قلت لنا. شو عرفت لي من هالمراقبة؟ عم بيلاحق رجال أذربيجاني اسمه نائل. عرفت شو قصته لهالرجال؟ والله لسه ما عرفنا، بس هالشغلة أكبر من بالتزار يا أبو زاد. معناتها حقي فتح له باب جديد بطريق منصب السفير. انت خليك عم بتراقب. ماشي بوسات. لكان انت اللي خلص شحنك وبدك كهرباء، ما هيك؟ كيف ايدن؟ شو سويتوا له؟ موضوع عاطفي مو هيك؟ انا بعتقد اذا بنعطيك شوية كهرباء هلا، يمكن حبيبتك ايدن تحكي لنا اللي بتعرفه. يلعنك عديم الشرف. أنا رح أقتلك. كيف رح تقتلني بقى؟ بالصريخ والعياط؟ ها؟ يلا قول شو بدك ولا تلهيني فيك. الشفرة
أنا بعرفها كلها. احكي مين انت؟ أنا بكون رئيس هذا المشروع. أنا اللي حطيت 81 خانة. هالحكي حلو كتير، بس يا ترى كيف رح ناخذ الشفرة منك؟ رح تترك البنت. موافق. بس قبل كل شيء لازم تسمح لي اشحن هالكرسي. ما فيني ابقى هيك بتتلف اعصابي. اسمع، اوعك تحاول تلعب معي، والا وقتها رح اعطيك كهرباء لدرجة تصير انت وهالكرسي واحد. عملت له فحص للوش؟ عملت له. مزبوط انه هالرجال هو المسؤول عن المشروع، بس مكتوب بالتقرير انه مات بحادث سيارة من زمان. حلو كتير. معناتها هذا هو الرجال يلي لاحقناه بوقتها، ما؟ شو بنعمل؟ لازم تساعده. شحن له الكرسي تبعه بالكهرباء. نائل الأذربيجاني، أنت بتعرفه؟ بما أنك سألتني فهذا يعني أنك بتعرفه. إيه بعرفه. قلي أنت شو بدك فيه؟ بصراحة لازم لاقيه بسرعة. وأنا كمان بعرف وين مكانه. ما بعتقد طلبتني لتقلي على مكان الرجال. قلت لك ليش طلبتك. شو رح تعمل فيه للرجال؟ رح أنفذ الأمر يلي عطاني. الهيئة بدها هذا الرجال؟ ما فيني افتح تمي بهذا الخصوص أبدا. معناتها افتح أذانك واسمعني. بعطيك هالرجال، بس أنا بقلك شو لازم تعمل. لقينا مكان أردم يا جهد. معناتها خلينا نروح نجيبه. عايدن؟ لا تشغل بالك، تحسست من الكهرباء شوي. يلعنك عديم الشرف. لو انك قلت لي مين انت من الاول ما كانت حبيبتك وصلت لهالحالة. يلا اكتب الشفرة لشوف. ماشي، لحظة استنى.
اهدى. شفت؟ هاي الشفرة يلي كانت بتعرفها، اتركها بحالها. خدوها. ضلوا تنتين، يلا عبيهم لشوف. سيدي، موقع آردم بعد 500 متر من هون. منكمل بالسيارة لهنيك؟ لا، لازم نصل لهنيك بدون ما ينتبهوا علينا، ولا بيهربوا من بين ايدينا. خلونا ننزل هون ونكمل مشي. ماشي يا أخي. لا تتوقع مني اتركها قبل ما تخلص، بس برافو، على القليلة انت خلصت البنت من العذاب. مو انت اعطيتني وعد؟ اجرحها. انت مانك بوضع بيسمح لك تساومني. خلص شغلك بسرعة لحتى اطلق سراحكم. بس نحن الاثنين اللي رح نهاجم الثعلب؟ مو بس راسكولين وانت، والأسلحة كمان. بس عدد فريق الثعلب كبير. قد ما كان فريقه كبير، أنا عندي رصاصة لكل واحد منهم. سمعت انه راسكولين راح يفوت على وكر الثعلب. أنا جنبك. إذا بوسات جنب راسكولين راح يكون الشغل أسهل.
قوصة. حط الشفرة الأخيرة فورا، بعدين شغلي معكم بيخلص. بس شغلي معك ما راح ينتهي. لك وقف هاللعي وخلصني بسرعة. انتبهوا. خليك بشغلك وما دخلك، عبي الخانات وبس. وينه تيمور؟ سيدي، الإشارة جاية من فوق. نمشي. سيدي، الإشارة بهذا الطرف. انت روح لهنيك.
جاهد. شوف يا أخي، ما في حدا هون. في صوت من هون. أردم، 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 أردم. سيدي، في قنبلة هون. خدوا ايدن واطلعوا، ما فيكم تاخدوني. يا ترى الأحمر ولا الأبيض؟ الأحمر. أنا برأيي الأبيض. عرفوا كل الشفرة يا أردم؟ قلت لهم إياها كلها، كنت مجبور، بس ما رح تنفعهم بأي شيء. ايدن هون كمان، لقيتوها شي؟
لشوف تعالوا. أنا حضرت مفاجأة كبيرة مشانكم. لك هدول ليش وقفوا هون؟ أعطيني لشوف. خلينا إياكم. لو أنتم ما أجيتوا أنقذتونا يمكن ما كنا رح نقدر نشوف عيلتنا مرة تانية. ايه روحوا لا تخلوهم يستنوا أكثر، كلياتهم عم يستنوكم. ما رح تروحوا معنا؟ هلأ طرقاتنا رح تفترق. بدنا نروح باتجاه الجنوب. يمكن يكون في هناك أشخاص بحاجة لمساعدتنا. معناتها نحن بدنا نروح معكم كمان. مهمتكم هلأ تحموا المكان اللي انتم عايشين فيه. رح نبعث معكم فريق من رجالنا. سرحات، أمرك سيدي. أنت وفريقك بتروح مع حمدي. تحت أمرك سيدي. يا شباب، بتديروا بالكم منيح. إذا تعرضتوا لهجوم ما بتحاولوا تعملوا شيء لحالكم، بتخبرونا فورا، وشو ما صار اصحكم تتركوا مواقعكم لحتى نعطيكم خبر. ما رح نسمح للإرهابيين إنهم يقربوا من منطقة البترول إلا على جثثنا. عم تفهموا علي؟ تحت أمرك سيدي. نرجع لكم خلال يومين. ماشي، الله ييسر لكم طريقكم. يلا يا شباب على السيارات. يلا بسرعة بسرعة. شو بدنا نعمل هلأ؟ شغلة هالرجال فاضي منحلها بعدين. بكل الأحوال نحن رح نلاقيهم بالضيعة. بالأول رح نحل موضوع رجال مراد على مدار. بعد خبر للفريق الثاني إنه الهدف جاي باتجاههم. خليهم ينصبوا لهم فخا طريق الوادي. الفريق الثاني استعدوا، الهدف جاي باتجاهكم. كيف حالة أردم؟ حالته سيئة. حاقد كتير على قائد فريق الليون. ما رح يتحسن لينتقم منه. أنت شو عملت؟ ما في أخبار جديدة؟ بلا في يا أخي. إذا بتسمح لي أنا بدي روح. شو الموضوع؟ محمود بعت لي خبر. إذا صار حسب يلي عرفناه هي الشغلة رح تنتهي هي الليلة. طيب روح أنت هلأ، بس لا تنسى يا جاهد، هاي فرصتنا الوحيدة. إذا الرجال فلت من إيدينا ما عاد نلاقيه. لا تاكل هم. لما تصل للمكان يلي فيه المعلم الأكبر لا تخاطر بحالك، خبرني لشاركك بالعملية. هالعديم الشرف رح يدفع الثمن غالي عن كل جرايمه. الظاهر انه مراد على مدار رح يوفي بوعده لإلك بموضوع الموصل. ابدا، ما رح يقدر يساوي اي شيء. لا تكون متأكد لهي الدرجة. مو من قبل قلت انه ما رح يقدر يهرب من بين ايديك؟ ارطغرل، ليش انت مهتم بهالرجال كل هالقد؟ ليكون الشغلات يلي عملها خلتك تعجب فيه اكثر من يلي عم ساويه.
بكل هالدنيا انت الانسان الوحيد يلي انا معجب فيه. بس بصراحة ما فينا ننكر ابدا انه مراد علمدار قوي وذكي كتير. بالحقيقة يا أرطغرل قد ما كانوا الناس أقوياء وأذكياء، كل واحد عنده نقطة ضعف بهي الدنيا، وأنا بأقرب وقت رح أضربه لمراد بنقطة ضعفه. أنطوني، خبر الجسيجي، بدي احكي معه بشغلة مهمة بخصوص مراد علمدار. تحت أمرك. كل شي جاهز؟ نحن قدرنا نختار طفلين بكل عناية وهن مناسبين للعملية. امتى؟ بكرة المساء. انا فيني اجي معك؟ طبعا فيك تجي. ايه هات لشوف، ما بيصير تلعب فيها، هي خطيرة. طيب هلأ بعد إذنك بدي جهز حالي. طيب ماشي. أنا قدرت أعرف إنه عنده جوازات سفر كتير بيستخدمها بكل الدول. الاسم يلي عم يستخدمه بتركيا جون سميث. فات على إنه دبلوماسي. دبلوماسي من أي مكان؟ جزر كايمان. هو كان مدير عام لوحدة من أكبر شركات الحماية بالأرجنتين. التكتيك الإنجليزي يا رح يجي من خلال شركة حماية أو من شي قنصلية. للأسف في عنده حصانة بتركيا. ولا حصانة رح تقدر تحميه، لا تشغل بالك. سيدي عندي طلب خاص. شوف يا أردم، إذا بتسمح لي بدي روح على جنازة آيدن. ما بيصير سيدي، آيدن كانت حبيبتي. لو انك قلت لي هالموضوع من قبل لكنت بعتك لعندها. سيدي اسمح لي احضر جنازتها. بيكفي انه نحن خسرنا ايضا، بدك يعني خليك تروح على الجنازة واخسرك كمان؟ انسى هالموضوع. قديش ضل؟ 13 كيلومتر. هالبتكين يلا بسرعة. سيدي ياسين، أنا منيح، لا تقلق. تعال. أنت منيح؟ إيه منيح، لا تشغل بالك. الجرح خطير ياسين. قلت لك لا تقلق، بدنا مكان نحتمي فيه هلا. ما شاء الله شو هالعين يلي عندك، كنا انشوينا كلياتنا لولاك. معك حق، بس نحن لسه ما نفدنا. بإذن الله رح نطلع من هالمحنة كمان. عاكف جايين لهون، انسحبوا لورا.
يلا يا حسين.